تخيل معايا إن فيلم تشارلي أند تشوكلت فاكتور حقيقي لبطله جوني ديب. لا مش كده وبس، ده البطل الحقيقي بتاعنا من مواليد اسكندرية، تومي خريستو من مواليد اسكندرية. وقصته بدأ سنة 1919 لما قرر بناء مصنع للشوكولاتة وسماه شوكولاتة رويال، وقرر كمان إن هو هيجيب الماكينات بتاعه مخصوص من أوروبا، وكان بيختار العمال بنفسه علشان كل حاجة تبقى تمام. تومي كان شايف إن المنتج ممكن يتأثر بأي حاجة زي الماكينات، زي عوامل الشغل، بس أهم من كل ده هي نفسية العامل اللي ممكن تؤثر على خط الإنتاج، وخصوصا على العجينة بتاعة الشوكولاتة. عشان كده تومي قرر إن هو يركز على نفسية العامل، فكان بيديهم تذاكر للسينما ليهم ولعائلتهم كل شوية. وده بالمناسبة لأن هو برضو صاحب سينما ستراند وسينما رويال. مش كده وبس، لأ، ده اشترى أرض جنب المصنع بتاعه علشان يعملها ملعب كورة، علشان يخلي العمال يتعاونوا مع بعض ويعملوا فرق وينافسوا بعض، فتبقى عندهم روح منافسة وروح طيبة ما بين بعض. لما كانوا بيلعبوا الكورة كان في غزالة بتيجي كل شوية، يعني بقت مألوفة ليهم بيشوفوها دايما. ولكن في كورة من الكور اللي كانوا بيلعبوها، كورة خبطت الغزالة وللأسف الغزالة ماتت. وقتها تومي خريستو زعل على الغزالة جدا لأنها كانت تقريبا روح للمكان، وقرر إنه هيستخدم رمز الغزالة للمنتج بتاعه. وفي أقاويل بتقول إن اسم كورونا اللي اتسمى بيه منتج كورونا بتاع الشوكولاتة المنتشرة جدا في مصر هو اسم الغزالة. لكن بالرغم من كل ده، ولكن حلم تومي خريستو انتهى مع قرار تأميم مصنعه، وسافر لسويسرا ومرجعش. بس لو عايز تعرف أكتر عن صنايعية ساهموا في اقتصاد مصر وبنوا حاجة زي السد العالي أو برج القاهرة، أو حتى بدء الإذاعة المصرية، أو حتى شوكولاتة كورونا ولا كلونيا 5 خمسات، أو حتى ترجمة الأفلام الأجنبية اللي ما كانتش موجودة أصلا، فكل ده هتلاقيه في كتب صنايعية مصر، والمكونة من الجزء الأول والجزء الثاني للكاتب عمر طاهر. وعمرك ما هتندم أبدا على قراية الكتاب ده. الكتاب ده بيتكلم عن أجيال ساهموا في بناء اقتصاد مصر، وخلوا شباب زي جيل التسعينات والثمانينات وحتى الأجيال اللي بعدهم يفتخروا بصناعات زي كده اللي معظمها لسه مستمرة لحد دلوقتي.